اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه يوميات فادي عضلات. وحشتوني جدا يا جماعه. بيجي لي كومنتات كتير يا فادي عايزين السمك البوري المبطرخ، ناس كتير جدا، وعامه مش فكره السمك البوري المبطرخ بس، ناس كتير جدا بتطلب مني يا فادي احنا بنحب فيديوهات الاكل البيتي وبالذات فيديوهات السمك وكده. فرغم ان انا عملت الفيديوهات دي كتير بس عشان اصرار الناس وان هم نفسهم في الفيديوهات ديت، فقلت ما فيش مشكله ان انا اعملها لكم تاني. احنا يا جماعه في بورسعيد اشهر حاجه عندنا الفتره دي يا جماعه السمك البوري المبطرخ. يعني في انواع كتير من السمك بتبقى مبطرخه، بس السمك البوري بالذات البطارخه بتاعته بتبقى عظمه بطارخ حاجات يعني. فالنهارده يا جماعه الفيديو زي ما انتم شايفين اكل بيتي تمام، عباره عن رز وسمك بوري وفي قروصايه كده مع نفسها كده معاهم يعني تمام، وفي سلطه خضراء. بصوا يا جماعه، اول حاجه ده السمك اهو. اوف سمكة لا يقع. وبعدين يبقى هو فين النهارده؟ تمام، وفي معانا زي ما انتم شايفين رز ابيض، وفي كمان سلطة خضراء. اوف على فكرة يا جماعة أنا بالمناسبة يعني أنا من عشاق السلطة الخضراء جدا 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 تمام، بس بالذات لما تبقى معمولة بخس مش بخيار، لأن أنا ما بحبش الخيار خالص بصراحة. يعني بصوا القروصية دي وسط البوري تحس إن هي بنتهم. هبتدي بقى إيه أقشر. لايكات يا جماعه، لايكات كتير لو بتحبوا الفيديوهات دي، لايكات كتير عشان اعمل لكم منها كتير. يعني الدعم مهم جدا يا شباب، يعني ما هو اللايكات دي هي اللي هتعرفني حتى ان انتوا حابين الحاجه ديت. تمام، بصوا دي سمكه القروصه. على فكره بالمناسبه انا من عشاق سمك القاروص جدا برضو، لان بيبقى لحمه كده ابيض عامل زي وطعمه عامل زي الكابوريا، فبيبقى بجد جامد قوي قوي يعني. طعمه بيبقى خطير. اوف بصوا بقى البوري المتوحشه ديت. دي اكيد هيبقى جواها بطروخ ايه. بص قبل ما اطلع البطروخ بصوا بطنها عامله ازاي اصلا. حاجه يعني متوحشه، ده هيبقى جواها بطارخ. اوف يعني يعني بصوا يا جدعان يعني يا جدعان بصوا يا جدعان بطارخ قد ايه. بصوا يا جدعان بطروخ قد ايه. بصوا يعني يا جدعان. بصوا يا جدعان، وبصوا التانية قد ايه. وحوش نفصص السمكة نفسها بقى. بيعجبني بقى يا جماعه في سمك البوري ان لحمه بيبقى ناشف، البوري الاصلي، لان في محلات مثلا تباع الطبار يقولوا عليه بوري، وفي حاجه اسمها جرانه بيقولوا عليه بوري، انما البوري بقى اللي هو بيبقى كبير كده زي دي كده، واللحم بتاعه جامد، مش تلاقيه ناعم كده ومميع. تعالوا نشوف السمكه التانيه. معرفش السمكه التانيه دي لها مكسور كده ليه. بصوا التانيه. اوف التانية برضه يا جماعة عملاقة. بصوا التانية وحش يا جماعة، وحش.
على فكره يا جماعه بجد انا محظوظ جدا جدا ان انا من بورسعيد يا جماعه. احنا عندنا السمك المبطرخ ده بقولكوش يا لهوي. ايه ده اللي فاتوا يعني يتحدى. بص دي بقى، اوف بصوا دول. يني حوش. المنظر مرعب. شايفين يا جماعه المنظر بجد عامل ازاي؟ انا حاجه رعب يا جماعه. انا بعشق حاجه اسمها بطارخ البوري يا جماعه. بصوا البطارخ بتبقى عامله ازاي، بالذات لما تبقى كبيره زي دي كده وناشفه. بتبقى ايه، مش قادر اوصف لكم بجد يعني بتبقى عامله ازاي والله يا جماعه. انا مهما اوصف لكم يا جماعه بالامانه انا بحب السمك البوري المبطرخ قد ايه مش هعرف اديله حقه، لان بجد حاجه كده يعني حاجه يعني حاجه صعبه تتوصف اصلا يعني من جمدانها يعني. واو. واللحم نفسه بتاع السمك طعمه رهيب. لا. مش عارف اوصف لكم اصلا، مش عارف اوصف لكم يعني جامده جدا. فاكرين لما مره جربت لكم السمك السنجاري بقى المبطرخ البوري وهي مفلوقه كده ومعموله سنجاري وجواها الخضار بقى والبتاع؟ يعني يا جدعان بس على فكره عايز اقول لكم على حاجه. انا بحب اكتر الرز اللي هو الرز الهندي والرز البسمتي عن الرز الابيض العادي. ليه؟ عشان بيبقى كل رزايه ملهاش دعوه بالتانيه، فبتطلعها كده بالمعلقه من غير ما تقعد ايه، فاهمني؟ ما بيبقاش ملزق في بعضه، فما تضطرش ان انت تقعد تكلكع بايدك. انا في ناس مره بتقول لي احنا عايزين فيديوهات السمك عشان تقعد تبست في الرز بايدك. ايه يا جدعان ايه الفضايعه دي الرز الابيض لما بيتعمل مفلفل قوي بيبقى معقول شويه، بس برضك بيبقى ملزق في بعضه. اللي بموت فيه يا جماعه بجد الرز الهندي بالذات الابيض. اوف هقول لكم ايه ولا ايه، بس يا جماعه بجد بموت فيه بس للاسف ما عادش موجود. بصوا بطرخه بالرز يعني على حلاوتها بالرز بقى. البطروخه بالرز حكايه. اكتبوا لي يا جدعان بتحبوا السمك البوري ولا لا؟ يعني الرز ده يا جماعه بجد لا حاجه جميله. اتفضلوا معايا بقى، صدقوني ابدا ازعل بجد. حلوه قوي. ده بقى يا جماعه على فكره الموسم قرب يخلص. موسم البطارخ ده بيبدأ من بدري قوي، ده بيبدأ من شهر 9 وينتهي على قرب شهر 1 كده، يعني بيفضل الموسم 4 شهور. يبقى البوري مبطرخ ايه. وطعم لحم البوري نفسه جميل قوي. بس زي ما بقول لكم مش كل الانواع. ده عشان كبير فاللحم بتاعه ناشف كده وجميل قوي.
في فيديو بالحق يا جماعه كنت بعمل في انبوكسنج لكاميرا الجو برو 12 اللي كنت اشتريتها. انا كنت اشتريت كاميرا جو برو 12 تمام، اول مره كنت اشتري جو برو في حياتي، اول مره اصلا اشتري كاميرا اكشن اساسا في حياتي، فكنت مبسوط قوي بجد وانا بعمل لها انبوكسنج. يعني فيديو انبوكسنج في كتير منكم ما شافوهوش، اليوتيوب يعني كتر خيره ما وصلش الفيديو ليكم يعني، فعشان كده انا الفيديو هحطه لكم ان شاء الله في البطاقات او في شاشه النهايه، روحوا شيكوا عليه. متهيألي دي، بصوا يا جماعه تقريبا دي اكبر واحده فيه، لا دي بصوا دي بالذات يا جماعه دي اكبر واحده فيهم. بصوا يعني طعم حاجة. بصوا يا جماعة، أنا مهما أوصف لكم جمال بطارخ البوري مش عارف اديها حقها، والناس البورسعيدية عارفين الكلام ده. بصوا هوريكم حاجة. بصوا دي برضو الأول، بصوا أنا عمال أوريها لكم كل شوية لأن الصراحة المنظر جامد أوي أوي يخطف القلب. أوف أوف، بصوا بقى من جوه، شايفين الفتافيت دي؟ دي المفروض يا جماعه تقريبا البطروخه الواحده بتبقى ملايين السمك، ملايين تقريبا يعني طعمه غريب. اخر بطروخايه بقى، بصوا كبيره برضو، بصوا عامله ازاي يعني. بصوا مزاج بتخش. بصوا يا جماعه البطروخه بتخش في الدماغ كده، مزاج مش عارف اوصف.
حاجه كنت عايز اقولها في وسط الفيديو ونسيت اصلا. احنا دلوقتي في اخر الموسم اصلا بتاع البطارخ، فبيبدا بقى ايه البياعين في الاواخر كده بتبقى في سمك بقى البطارخ كبرت قوي بقى جواه، فبيبداوا ايه يفرغوه من البطارخ ويبيعوا البطارخ لوحدها ويبيعوا السمك فوارغ، بيبقى اسمه فوارغ يعني سمك بوري فاضي. الفوارغ ده بقى يا جماعه لما بيتقلى ما اقولكوش، يعني الفوارغ ده يا جماعه لما بيتقلى في حته تانية خالص وبيتقطع جزل كده يعني بجد يا جماعه حاجه رهيبه. بس كده يا جماعه الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكتبوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتات، يا رب يكون عجبكم الفيديو يعني.